مرحباً، أنا الدكتورة نور الأمل، أخصائية في علاج السرطان. في هذا الفيديو سنتحدث عن نوع نادر من السرطان يصيب منطقة مهمة في الجسم، وهي الغدة التيموسية. لكن ما هي هذه الغدة؟ وأين توجد؟ ومن هم الأشخاص الذين يمكن أن يصابوا بهذا المرض؟ الغدة التيموسية، أو ما يعرف بالتيموس، هي غدة صغيرة تقع خلف عظمة الصدر بين الرئتين في منطقة تسمى المنصف. دورها مهم في تقوية المناعة، خصوصاً عند الأطفال، لكنها تبدأ في الانكماش تدريجياً مع التقدم في العمر. في بعض الحالات النادرة يمكن أن تظهر خلايا غير طبيعية في هذه الغدة وتتحول إلى ورم سرطاني، وعندما يكون هذا الورم من النوع الخبيث والسريع النمو يسمى السرطان التيموسي أو سرطان الغدة التيموسية. هذا النوع من السرطان لا يصيب فئة عمرية محددة، لكنه غالباً ما يظهر عند البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاماً، سواء كانوا رجالاً أو نساء. ورغم ندرته، إلا أنه قد يكتشف صدفة أو عند ظهور أعراض في الصدر مثل الألم أو صعوبة التنفس أو السعال. إذا تم اكتشاف المرض في مرحلة مبكرة، فإن الجراحة تكون هي العلاج الأساسي. بعد العملية يمكن أن ينصح بالعلاج بالأشعة لتقليل خطر عودة المرض، وفي بعض الحالات يضاف العلاج بالأدوية بعد العملية حسب ما يراه الأطباء ضرورياً. في هذه الحالة يكون الهدف هو الشفاء الكامل بإذن الله. أما إذا تم اكتشاف المرض في مرحلة متقدمة وقد انتشر إلى أعضاء أخرى، فإن الهدف من العلاج لا يكون الشفاء، بل السيطرة على تطور المرض والتقليل من أعراضه وتحسين جودة حياة المريض. في هذه المرحلة يصبح المرض من الأمراض المزمنة التي تحتاج إلى متابعة مستمرة وعلاج دوري. يتم إعطاء أدوية لتقليل سرعة تطور المرض، ويمكن استخدام الأشعة لتخفيف الألم أو مشاكل التنفس. وفي بعض الحالات قد يعرض على المريض المشاركة في تجارب علاجية جديدة. من المهم أن نوضح هنا أن الشفاء التام في هذه المرحلة غير متوقع، ولكن هذا لا يعني أن الأمل غير موجود. هناك دائماً ما يمكن فعله من أجل الراحة والدعم وتحسين الحياة، وهنا يأتي دور الأسرة. الأسرة يجب أن تبقى قريبة من المريض، تشجعه، تسانده، وتعامله بمحبة وصبر. الدعم العاطفي يلعب دوراً كبيراً في راحة المريض النفسية ويساعده على التحمل والاستمرار. العناية التلطيفية في هذه الحالات ليست فقط لتخفيف الألم الجسدي، بل تهدف أيضاً إلى الاهتمام بالحالة النفسية والكرامة والشعور بالاحترام والطمأنينة. أما بالنسبة للتغذية، فهي جزء مهم جداً من رحلة العلاج. ينصح المريض بتناول الأطعمة المفيدة مثل الخضروات المطبوخة والفواكه الطرية واللحوم الخفيفة والحبوب الكاملة والبيض والحساء ومشتقات الحليب الخفيفة. يفضل تجنب الأطعمة المقلية والدهون الثقيلة والمأكولات الجاهزة والمشروبات الغازية والحلويات بكثرة. كما يفضل الابتعاد عن الطعام النيء إذا كانت المناعة ضعيفة. من الأفضل أن تكون الوجبات صغيرة ومتفرقة خلال اليوم، وفي حال وجود غثيان أو تعب ينصح باختيار أطعمة باردة أو فاترة وسهلة الهضم. كل مريض حالته تختلف عن الآخر، ولهذا ينصح بالتحدث مع طبيب الأورام أو اختصاصي تغذية من أجل وضع خطة غذائية خاصة ومناسبة لكل حالة. في الختام، هذا المرض نادر، لكنه يمكن السيطرة عليه بالعلاج والمتابعة، وحتى عندما لا يكون الشفاء ممكناً تبقى الراحة والدعم والرعاية أشياء ثمينة لا تقدر بثمن. لا تفقدوا الأمل، وكونوا دائماً إلى جانب أحبائكم. كانت معكم الدكتورة نور الأمل. إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا المشاركة والاشتراك لمتابعة المزيد من المعلومات والنصائح الطبية المفيدة.